السلام عليكم. النهاردة هوريكم طريقة الصابليه سهلة جدا وبسيطة، وهقول لكم على كل أسرار الصابليه وازاي يطلع معاكم حلو كده وشكله جميل زي اللي كأنه شاريينه من المحلات، وأوفر أكيد بكتير لما هنشتريه من المحلات. يلا بينا نصلي على الرسول ونبدأ بسم الله. بس يا ريت لو انتوا أول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش لايك وشير للقناة وتفعلوا زرار الجرس على الكل علشان خاطر يجيلكم إشعار بكل فيديو جديد بنزله. ويلا بينا. اول حاجة هنا واول تركاية كانت معايا 230 جرام من الزبدة، حطيت عليهم 20 جرام من السمنة، يعني المادة الدهنية بتاعتي كانت 250 جرام. طبعا ممكن تستخدمي سمنة بس هي طريقته الأصلية بتكون بالزبدة. ومعايا هنا كمان 125 جرام من السكر البودرة، وكمان معايا بيضة بدرجة حرارة الغرفة، ومعايا كمان 2 كيس من الفانيليا، ومعايا 450 جرام من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدام اللي هو زي دوت. اول حاجه كده بجيب السمنه بتاعتي او الزبده بتاعتي بضربها كويس جدا. انا هنا يعني حطيت زي ما قلت لكم 230 جرام من الزبده، والزبده بتاعتي كانت زبده فرن. ممكن تستخدمي اي نوع زبده بتفضليها، طبعا كل ما بتكون نوع الزبده بتكون كويس كل ما بيكون الطعم بيكون احلى بكتير. بحط بقى هنا السكر بتاعي، السكر البودرة، والسكر البودرة دوت انا شارياه جاهز، يعني ما كنتش ضرباه في الكبة بتاعتي. لو موجودة عندكم كبة تقدروا تطحنوه، بس اهم حاجة ان هو يكون طحنه ناعم كويس جدا. بعد بقى ما ضربت الزبدة مع السكر كويس جدا لحد لما لونهم ابتدى يفتح، هحط بقى البيضة بتاعتي والاتنين باكت فانيليا. لو موجودة عندكم الفانيليا اللي هي السائلة ديت هتحطي نص معلقة صغيرة. بعد كده هتضربيهم مع بعض كويس جدا لحد لما يهيشوا كده ولونهم يفتح. طب لو انتوا مش موجود عندكم مضرب هتقدري تضربيه بالمضرب اليدوي، بس هياخد معاكي وقت شوية. اهم حاجة ان اللون بتاعهم يفتح. والزبدة بتاعتي كانت كمان بدرجة حرارة الغرفة، يعني ما كنتش حطاها في التلاجة. اهم حاجة برضو انها تكون ماسكة نفسها، يعني ما تكونش برضو سايحة زي ما شفتوا كده في الصورة بتاعة الزبدة. وبعد كده بقى بعد ما ضربت البيض كويس مع السمنة والسكر هحط بقى الدقيق بتاعي. والدقيق بتاعي طبعا انا هنا ما حطيتش اي ماده رافعه، يعني ما حطيتش ولا بيكنج باودر ولا بيكربونات صودا ولا حطيت اي حاجه خالص. انا بس بعتمد على الزبده مع السكر مع البيض لما بيكونوا مضروبين مع بعض، هم دولت اللي بيدوني الهيشان بتاع الصابليه. وبعد كده بقى ادعكهم بايدي كده زي ما انتم شايفين لحد لما يوصلوا للقوام دوت. في ايدك كده اللي انت تدعكي بيها تحس ان هو لازق، لكن لما بتمسكي بايدك التانية بيكون نضيف وجميل. بعد كده بتجيبي ورق زبدة وبتحطي عليه العجينة بتاعتك علشان خاطر تقدري لما تشكلي العجينة تطلع معاكي بكل سهولة من الورقة. لو ما حطيتيش اي حاجة ممكن يمسك معاكي وما تعرفيش تطلعيه من على الرخامة. لو مش موجودة عندكم ورق زبدة ممكن تحطي اكياس من اللي هي الاكياس بتاعة التلاجة تفتحيها وتحطيه فيها، بس اهم حاجة انك تكوني حاطة من على الوش وكمان من على القعر علشان خاطر تعرفي تطلعي الشكل بتاعك بكل سهولة. انا هنا بقى كان عندي القالب بتاع التارت دوت شكلت بيه. طبعا لو مش موجود عندكم الاشكال ممكن هتعملوا بكوباية، والخرم بتاعها هتخرموها بغطا من الازازه اللي هو الفراغ اللي هتعملوه من النص. انا هنا بقى عملت اشكال كتيره جدا، وكل ما بيكون التارت بتاعك حجمه اصغر بيكون شكله ألذ بكتير واحلى بكتير. انا هنا بقى عملت الدمعة وعملت كمان المثلث والوردة، عملت اشكال مختلفة كتير. لو عندكم بقى اي شكل انتوا بتفضلوه بتحبوه هتقدروا تقطعوا بيه. انا ما عملتش الاشكال كلها قدامكم علشان خاطر ما طولش الفيديو. بقطع بقى المثلثات هنا زي ما انتوا شايفين، وزي ما قلت لكم لو مش موجود عندكم اي قطعات هتعملوا بالكوباية، وكمان هتعملوا بغطا الازازة.
الموضوع سهل جدًا وبسيط، ما تصعّبيش على نَفْسِك. بعد كده باخد بقى الشكل كده وباطلّعه. أهم حاجة صحيح إن أنا لمّا بافرد العجينة بتكون بسُمك نُص سنتي، ما ترفّعوش العجينة أوي عشان خاطر لمّا تيجي تطلّعوها ما تنكسرش منّكم وتبقى شكلها يبوظ. لازم يكون فيها سُمك شوية زي ما أنتم شايفين كده. وبعد كده باحطها بقى في الغطا اللي هو الصاج بتاعي، وباكون مشغّلة الفرن على الشواية وعلى الفرن من تحت على درجة حرارة متوسطة. أول لمّا لونه يصفر كده حاجات بسيطة باطلّعه واسيبه يبرد تمامًا، وبعد كده بابتدي أشتغل فيه. أنا هنا بقى باورّيكم كمان القطّاعات اللي هي المثلثات ديّة اللي أنا بافرّغها من المثلث الكبير، هي دي كمان باستخدمها اللي هي الصغيّرين دول، بتكون شكلها حلو كده برضه ولذيذ. بعد بقى ما سويتها، معلش أنا ما وريتكوش لمّا طلّعتها من التسوية كان شكلها عامل إزاي. بُصّوا، ما وريتكوش بقى، أنا قُلت لكم على طريقة السِوَى. هنا بقى باجيب الشوكولاتة اللي هي الخام ديّة، كانت النوع اللي معايا دوّة اللي هي كوفرتينا اللي هي البني، الباكيت البني دوّة كيس، وباسيّحها على حمّام مائي. باجيب مَيّة سخنة وباحط عليها الطبق بتاعي بتاع الشوكولاتة، وباحطها لحد لمّا تسيح، وباحط معاها من 3 ل4 معالق لبن، وكمان باحط عليها معلقة زيت، وباقلّبهم مع بعض كويس جدًا. أول لمّا تقلّبيهم كده تحسّي إن هُم شكل الشوكولاتة كده قطّع معاكِ وكان شكلها مش حلو كده، هتضيفي عليها لبن معلقة كمان، وتفضلي تقلّبي كويس جدًا لحد لمّا تبقى سايحة كده وتبقى شكلها بيلمع وجميل. بعد كده بقى باحط اللي هي الأشكال بتاعتي المفرّغة كده اللي أنا هاحطها على الشكل بتاعي الشوكولاتة، وبازيّنها بقى طبعًا التزيين بتاعكم دوّة أنتم بقى براحتكم. أنا حطيت كلّه الشوكولاتة اللي هو البني دوّة، وحطيت بقى وهي كمان لسه سايحة كده حطيت حتت من اللوز، وفي لوز مكسّر، وكمان سيّحت شوكولاتة بيضا كده برضه عملتها بنفس الطريقة بتاعة الشوكولاتة البني، بس ما تكتّروش في الشوكولاتة البيضا لبن ياما أو زيت ياما علشان خاطر ديّة بتسيح معاكم شوية غير الشوكولاتة البني. أنا كان معايا هنا الشوكولاتة البيضا ديّة كانت شوكولاتة دريم ماشي. وبعد كده باحط بقى الأشكال كده، باعمل زي ما أنتم شُفتوا كده في كيس الحلواني، وبعد كده باحط بقى الشوكولاتة بتاعتي، وباحطهم بقى طبعًا على ورق زبدة لحد لمّا ينشفوا. وبعد كده بابتدي بقى أحُط الشكل التاني. الشكل بتاعي التاني دوّة أنا طبعًا ما غرّقتوش في الشوكولاتة، حطيت بس من جوّاه من قلبه شوكولاتة بيضا كده زي ما أنتم شُفتوا، وبعد كده بالزقهم مع بعض. طبعًا تقدري تخلّي الشكل كلّه شوكولاتة، قُلت لكم التزيين ده بقى على حسب راحتكم. بُصّوا الشكل شكله حلو جدًا ولذيذ وبسيط، وكمان تحسّي إن أنتِ كده جايباه من برّه بجد طعمها حلو جدًا. زي ما قُلت لكم ممكن تقدروا تعملوها بالسمنة، بس هي الطريقة بتاعتها الأصلية كانت بالزبدة. يا ريت بقى ما تنسوش لو أنتم عايزين أي سؤال تكتبوا لي في التعليقات وإن شاء الله هارُد عليكم على طول. ويا ريت ما تنسوش لايك علشان خاطر يوصل لأكبر عدد ممكن والكل يستفيد، وتشيّروها للي عايزينه يعمل لكم الوصفة الحلوة بتاعة الصابليه ديّة، سهلة وجميلة وسريعة وبسيطة. وكمان قُلت لكم على السر بتاعها اللي هو معلقة السمنة الصغيرة. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة